وصلنا 10 يا 10 فهم يا 10 يا معود لصت الفيديو. وصلنا 11 مليون. هذا سرمد دائما يسوي لي مسكول على الواتساب. الواتساب يصرف تفتح طريق للحلاق يعني الحلاق الجميل اللذيذ. شلون حلاق؟ شلون صحتك؟ طبعا اول مره يطلع بالكاميرا بحياته ما يشتري تليفون. زيني طبعا مثل ما قاعد تشوفون ماكو فرق، مثل ما صعدت بالسيارة مثل ما نزلت نفس الشكل ماكو، ما تغيرت يعني. شوف هل تغيرت لو ما تغيرت. شنو رايكم بي نوصل 11 مليون؟ شنو رايك نوصل 11 مليون؟ اسطوره. شنو رايك بي نوصل 11 مليون؟ تستاهل ابو حسين انت. شنو رايك بي نوصل 11 مليون؟ طب خليني اكمل. فانا اوصل 11 مليون شباب. شو رايكم بي اني زين؟ انسان راقي ومرتب وخلوق وبرامجك دائما يعني تحتضن الشباب. قام يسلك تحتضن الشباب. يا شباب اللي احتضنتهم ما ادري. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شباب انا وصلت 11 مليون، شو رايكم؟ ولد ومرتب كلش. مو لان طالع لا مو لان طالع. الولد يجي اشوفه بالشارع كلش خوش. شوفني من خوش ولد، يشوفني من بعيد يقول هذا خوش ولد. تفتح طريق. هذا صديقي عبد الله يبيع عبي، وهذا سرمد الجزء الثاني ما لكم علاقه به. راح تظل واقف لو قاعد؟ يلا هاي راح تظل واقف. وانت قاعد يقول لك راح تظل واقف. ام صدق. هذا عبد الله اللي قدامكم. اقف عيد. خلنا اكمل له اطلع. يلا مو اطلع. مو جاي اذكر مقاطع حلوه. يلا اطلع. احنا ليش جيت؟ انا اصلا ليش دافتر عليكم؟ انا عاجبني الكفر مالتك. شلون حلو؟ دبا على الكفر. شنو رايك بالكفر؟ يا كفر شنو رايك انا وصل 11 مليون؟ 11 مليون؟ اي على اساس ما تدري هو دمعوني. لك هو البارحه. شلونك علاوي؟ شلونك؟ شو رايك؟ شنو يقولون واصل 11 مليون؟ صدق؟ وانا ما ادري. بعد غير تقول ايش وقت؟ غير انا وياك البارحه قلت لك انت ما تدري. ما ادري. ما تابع كان قلت لك. مو لين علاوي صاحبي. عود يعني انت صاحبي. مو لين علاوي صديقي. شنو صار بعد مقلب اليتيم؟ شنو صار بحياته؟ ألف مبروك طبعا على اليتيم اللي راح تتكفله. ألف مبروك. سمعونا يا الهولة. لو بالناس قامت تصيح لي اليتيم. وين ما تروح اليتيم. اتمنى ينشر مقطع بالتيك توك وما يكتبون خاله ما اكل هواي. وين يكتبون عليه؟ وين يكتبون؟ بالتيك توك. يعني انت شنو عندك؟ حساب ما تيك توك. شو اسم حسابك انت؟ بالتيك توك. شباب تابعوني بالتيك توك. لايك انت راح تشوف الفيديو شو راح يصير. لا حيطلع التوازين مالتي. يا ريت حتى الحكي هذا تخفيه. راح اطوطه. هذا يابا ترى حول على التيك توك وانا تلعب نفسي من التيك توك. انا اصور فيلم على التيك توك ويصورني مني ثاني وبعدين من وجهي. مو قايل لكم علي شاكر ما عندي تيك توك. اذا ما خليته ينزل تيك توك ينشر مقاطع بالتيك توك. قدامكم تصريح علني. اذا صار عندي تيك توك لين ادري مين يسوي. احذف قناتي. اي ادري مين يسوي تيك توك. شلونك؟ شو ماكو؟ ما ادري شو ها؟ عبال حجوز. سويتيش عبال حجوز. هذا عدل قاعد. اي شوفوا جماعتي كلهم ناس عفطيه فيعني ما. افضل صانع محتوى بالعراق علي شاكر وبشهاده من وين؟ سرمد سمير. بشهاده سرمد سمير على اليوتيوب. وعبد الله صباح على التيك توك. تسالني تقول لي شنو رايك بقناتي؟ شنو هاي تافل بيدك؟ داوخر قسع واخر ترابه فوقها ما تروح ترب. ايه شنو اكثر مقطع حلو بقناتي؟ افاجئك. فاجئني. اكثر مقطع احبه بقناتك. عرفته راح اقول لك بس قول لي صح لو لا. اقول قول. قصه الامام علي عليه السلام. محمد. تخيل انا عندي ويا علي شاكر يمكن فوق ال 50 مقطع 60 مقطع. يا 50 اكثر عمي فوق ال 100 قول 100 بال100 مقطع مثلا انا علي شاكر عندي. اكثر مقطع احبه بالقناه قصه الامام علي. تفتح طريق. بسم الله. انتوا تدرون اني ما ادري وصل 11 مليون حرفيا. دا اقلب لقيت روحي واصل 11 مليون ولا ببالي. حتى من فتحت الانستا لقيتهم كاتبين لي مبروك وصل 11 مليون. اهلي ما باركوا لي قبلكم، حتى اهلي ما يدرون. وبالنسبه للكيكه كيكه عاديه شباب يعني ملينا كل مره جايبين كيكه وبعدين انا متفاجئ اصلا ولا على بالي. اخوان وصلنا 11 مليون وهذا كله توفيق من رب العالمين. صدقني من يوم ما تقربت لرب العالمين والتزمت بصلاتي ودا احاول ابتعد تدريجيا عن الاشياء الحرام، حسيت رب العالمين وفقني اكثر واكثر. حسيت الناس قامت تحبني اكثر. حسيت رب العالمين رزقني ينصرني دائما، حبب الناس بي. فالحمد لله والشكر دائما. وشكر الاهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لان من يوم ما تعمقت بيهم ونزلت لكم قصص عنهم رب العالمين وفقني اكثر واكثر. فيا اخي اهل البيت عشق.
احس دائما ناصريني وواقفين وياي، كل ما اتعلق بيهم اكثر كل ما مشاكل الدنيا اشوفها كلش بسيطة. الدنيا تصغر بعينك من تتعلق باهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وطبعا ما انسى فضلكم ودعمكم، دائما تشجعوني ودائما تدافعون عني، واحيانا اشوف تعليقاتكم من واحد ينتقدني تاكلوه اكل خطيه شباب، على كيفكم وياهم. ترى النقد حريه راي وتعبير، خليه براحته، خليه يحكي على شيء مأذيني شضارني اصلا. فكل شكرا لكم وشكرا على كل تعليقاتكم الحلوه. وطبعا اني كل رقم جديد ما احب اسوي لكم فيديو مجرد اشكركم بيه، لا لازم يكون بيه محتوى. نعم شباب شعري حلو، انا ما مشطه بس حلو مو حلو، اشك شق بابا. افهم انت ما تحتاج تمشط، ما تحتاج، انت كيوت كيوت كيوت. يمه شنو هالجمال يمه اخبل. فمثل كل فيديو من نصعد رقم جديد اجاوب على اسئلتكم. نشرت ستوري وكتبت بيه اسالوني اي سؤال يعجبكم، واتفاجأ بالاسئله كلها اسئله علميه، اسئله دينيه، قليل كلش وصلتني اسئله شخصيه، وهذا الشيء كلش حلو. خليتكم تبتعدون عن الاسئله الشخصيه اللي ما راح تفيدكم، بس هي هم جتني اسئله شخصيه وراح اجاوب عليها. فشي هذا انجاز يا اخوان، هذا انجاز. ما اريد اطول عليكم، روح جيب لك عصير والبس السماعه وباوع على وجهي المي ينشبع منه. أول سؤال جاني يقول شنو أكثر كتاب حبيته؟ متابعيني يدورون ثقافة، مو مثل متابعين هذني الفاشينيستات. شنو نوع الفاونديشن اللي حطيتي؟ شوف حبيبي، شنو أكثر كتاب حبيته؟ ماكو، لأن أغلب الكتب يكتبوها ناس مثلي ومثلك. طبعا بعيدا عن الكتب السماوية مثل القرآن الكريم، احنا دا نحكي على الكتب العادية. فالكتب العادية يكتبها شخص مثلي مثلك، ممكن انت تطلع احسن منه اصلا، فما تقدر تعتبر كتابه فد شي حلو. لا، هو كتابه عبر بيه عن رأيه، ورأيه مو شرط يطلع صحيح وتاخذ بيه. مثل هذول المثقفين، هذول مجموعة مثقفين عدة ثقافة. من يقرأ كتب علي الوردي مثلا، هو علي الوردي منو مثلا؟ ما دافتهم منو علي الوردي؟ دا يدون افكاره، وافكاره بيشكيله بلا زحمة. راحت لي للمتنبي قرأت لها 5 روايات، انت كل قمر وانت قوية كالمشاعر. شوف خلينا نفهم السالفة. الثقافة الحقيقية من تكون مثقف دينيا، مو مثقف ادبيا. كتب الادب والشعر على اساس صرت مثقف براسي، حاطت لي موسيقى ومصوره المطر، وحاطت لي اقتباس مال مدري يا عالم امريكي، عاد هي مثقفه. شوف عزيزي السائل، ما اقدر اعطيك كتاب معين اقول لك هذا احلى كتاب، بس انصحك تتعمق بالكتب الدينيه وتطور نفسك دينيا، لان المثقف الحقيقي هو المثقف دينيا. الدين اولا وبعدها تجي كل الاشياء. سؤالي يقول علي همات من تخطب او من تسوي عرس همات تتصور وتنزل فيديو على اليوتيوب؟ لا، تخربون على الخصوصية. علي أنا متابعتك من 2016 وزوجي ما يحبك، كل ما تصير مشكلة بيناتنا يقول لي ما حطلع عينك غير علي شاكر. لا لو منك هنا ما اسكت له. قلت له لين يحكي الحق ما تحبوه. لا هاي ضربة قاضية. لو منه غير بيتعلها قبل ما بيتعلج ما قبل. صدق كذي بس انتوا تتعاركون علي وانا اصلا ما اعرفكم، ما ادري بيكم اصلا، تتعاركون من وراي. زيت بشرفك يعني طلعت عينها بشنو بلا زحمه؟ لان احكي الحق، لان قلت لها الزوجه مو من واجباتها التنظيف بالدين الاسلامي. ما عاجبك الدين؟ شنو طلعت عينها؟ أنا لو من العالم فلا أزوجك ولا أعطيك مرة. شلون زوجوك أنت؟ ما أدري شي يصير بالبيت علي شاكر، شي يصير ما دا أعرف أنا شو بسوي لكم. بمناسبة دخولك 11 مليون ممكن تغير صورة القناة؟ لا ما بيحل، صدق ما بيحل، ولا مفكر اغيرها. يمكن من سويت القناه اليوم هي نفس الصوره. وصدق انا ليش بدي اغير صوره القناه يا اخي؟ ما ادري، احس ما لها داعي، هي صوره يعني ما احط اي صوره. اهم شيء المحتوى بابا، اهم شيء المحتوى اللي اقدمه. افهم، انت من النوع اللي يحب تربيه حيوان اليف داخل البيت لو لا؟ بحياتي ما حبيت اربي حيوان داخل البيت، ما ادري، احس مكانهم مو داخل البيوت مالتنا. خل اربي روحي بالبدايه وبعدين اربي حيوان. منو اكثر صديق تحبه؟ شنو منو اكثر صديق احبه؟ ما احب ولا واحد بيهم. كذب ترى الشاقه، يطلع لي واحد شوف هذا عجاوي ما عنده صاحب صديق على اساس هو يعرفني. هو اصلا جماعه اسد يضحكون عليك يعرفون انا ايش قد اقصف بيهم. لك طه ما احبك، طه ما احبك، تعال خليني ادق عليه، تعال عناد بيك. الو شلونك اخبارك؟ شلونك؟ اقول لك طه انا ما احبك، شنو رايك؟ اي شنو رايك؟ ليش ما تحبني ليش؟ انت بس قولي شنو رايك، انا ما احبك، شنو رايك؟ اذا انت ما تحبني رايي اني؟ اي شنو رايك؟ انا رايي انا هم ما احبك. هاي خلص، لا انا لا احبك ولا تحبني، شنو رايك؟ وعادي نعيش طبيعي. بس ليش ما
تحبني ليش اكو بس شيء؟ لا ماكو شيء، بس شيء دا اصور وجاني سؤال قال لي منو اكثر صديق تحبه؟ قلت لهم ما احب ولا واحد. شنو رايك انت؟ لا عاد ليش ما تحبني انت ها؟ حتى راح يصير وياهم علي. انت غير انت ما تحبني. يا اخي حتى اذا ما احبك شكو بيها، عادي ترى عادي. انا هم ما احبك. هسه اذا انت لا تحبني واني ما احبك بس تبقى نلتقي ونشاقه ونضحك عادي ترى طاهر. فكلكم ما احبكم، كلكم ما اطيقكم. منو اكثر صديق تحبه من اصدقائك؟ كلهم اصدقائي بابا، كلهم افهموا، كلهم جماعتي، كلهم احبهم. اقول لك انا ما احبك، شنو رايك؟ لك انت غير انا روحك من الدنيا. يقول لك الطيور على اشكالها تقع. يعني شنو؟ والذات ما عليه سلام. ها ومن حبك لا شاك وانكبر ابنك خاوي. والعجاله ما تعجبك تفشخك. الو سرمد شلونك؟ اني ما احبك، شنو رايك؟ صدق هذا رايك؟ اي شنو رايك انت؟ شنو رايك؟ رايي عادي يعني شكوا فيها. مو هم سالوني يقولوا لي انت شنو اكثر صديق تحبه؟ قلت لهم انا كلهم ما احبهم. عادي مو؟ عادي على عناتكم. احنا ناس قولوا احنا ناس بخابير، واحد يكره الاخ ونمشي سوا. قولهم اي عادي احنا الناس بخابير، واحد يكره الاخ وعادي نمشي سوا ونضحك وناكل ونشاقه ونضحي نضحي البعض سوا. قول لهم اي صح يعني عادي ماكو مشكله. احنا ناس متخلفين سرمد ترى عادي ماكو مشكله. شنو المشكله؟ ماكو مشكله. هي عادي شكوا بيها يعني شكوا بيها انت بتحبني وهاي عادي نمشي سويا ونضحك غصبا ما عليهم غصبا ما عليكم هم نمشي ما لكم علاقه بينا. اي عادي شكوا بيها ما بيها شيء. لازم واحد يمشي ويكره الثاني عادي ويمشي الحياه طبيعيه صح لو لا؟ ما يصير نتعارك على مود واحد يكره الثاني نتعارك. احنا شنو زعاطيط؟ هذا لابسني، هذا الوحيد اكرهه. انا اصدقائي كلهم يعرفوني شنو اني، ما حد يزعل. انا احب الانسان اللي ما يزعل. شوف اكو عندي وايد اصدقاء يفهموني انا شنو، يعرفوني انا شنو. مرات ما ارد عليه ورا 5 ايام ارد عليه بيقدر. انا ما احب الانسان اللي يتزعل، انا ما احب هيك نوع. لان انا من ما ارد عليه مو قصدي ما ارد عليه، وممكن اني اكتب له ما يرد علي، ما اكتب له التليفون تستحي ماكو. ما احب يتسالفه بابا، ما احب يتسالفه. انا اصدقائي كلهم مختارهم بعنايه، مستنقيهم. كل اصدقائي ناس محترمين وكلهم احبهم. اكثر لعبه حبيتها بقناتك قناه الالعاب. اكثر لعبه حبيتها بقناه الالعاب لعبه ديترويت. ارقى لعبه بيها رساله مو طبيعيه، بيها قصه، بيها سيناريو، بيها لعب، بيها نهايات. لعبه انت تتحكم بالنهايه مالتها، تطلع شخصيتك الحقيقيه. باختصار سؤال، لو خيروك بين اهلك واليوتيوب شنو راح تختار؟ شبيك؟ شنو الاسئله هاي؟ ايش بيكم شلون اسئله عاويه؟ اليوتيوب لو اهلك؟ كمان أنا ما أريد أسألك سؤال، أريدك تحكي لي شوية عن الإمام علي عليه السلام. شو أحكي؟ هو شلون أقدر أعبر عنه؟ شلون تقدر تعبر عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنت بس تخيل إنه صلاتك وصومك وأعمالك مال 1,000,000 سنة ما توصل وما تنقبل إلا بوجود أمير المؤمنين. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي أنت أصل الدين. أصل من أصول الدين أمير المؤمنين. أنا مدينة العلم وعلي بابها. ماكو ما توصل لهاي المدينة إلا عن طريق علي. تخالف علي معناها خالفت النبي، تخالف النبي معناها خالفت الله سبحانه وتعالى. علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق حيث ما دار علي. شوف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلى الإمام علي عليه السلام مربوط بالحق. يعني شكو واحد يخالف أمير المؤمنين عليه السلام اعرف انه هو على باطل. اينما دار علي دار الحق معه. مو بس هو يروح ويا الحق، لا حتى الحق يلحقه. انت بس تخيل أمير المؤمنين هو ميزان بين الجنة والنار. هو أعظم اختبار إلهي بين المؤمن والمنافق. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. علي هو ميزان من خلاله تعرف الحق والباطل. شوف اسمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية. ده يحلف يقول والذي بعثني، يحلف برب العالمين. يقول له: يا علي لو إن عبدا عبد الله 1000 عام لا يقبل ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك، وإن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك. بذلك أخبرني جبرائيل عليه السلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني مرات أنا أصفن أقول شقد أني محظوظ لأن انولدت بنص عائلة مؤمنة
موالية لأمير المؤمنين ومبغضة الأعداء أمير المؤمنين، إنه خلاص أنا هيك انولدت لقيت روحي موالي مؤمن بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني دا تخيل نفسي مثلا عايش بكهف، أو مثلا دا تخيل نفسي شخص أجنبي ما يعرف شنو الإسلام، هذا شقد يراد له طريق حتى يوصل للي أنا هسه واصل له. فهاي نعمة بحد ذاتها كلش كبيرة. يعني ليش أنا بالذات من دون هاي الملايين كلها انولدت بنص عائلة مؤمنة؟ فأحس كلش محظوظ. ولهذا السبب أنا يكون حسابي أكثر من حساب الناس البقية الأجانب إذا غلطت، لأن أنا بنعمة لو تدرون إيش كبرها. فالمفروض أحمد الله سبحانه وتعالى على هاي النعمة يومية. فالحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. عندك ولاية لو ما عندك؟ اكتب لي بالتعليقات. سؤال يقول ليش أنت الوحيد اللي من توصل رقم مميز ما تسوي جوائز للمتابعين؟ أولا أنت متيه بالعنوان، أنا صانع محتوى مو موزع جوائز. شوف أنا وصلت 11 مليون بدون لا مسابقة ولا ضحك على المتابعين. شنو الفائدة؟ هسه أقول لكم شباب سويت سحب على آيفون وكلكم أخبلكم أخليكم تكتبوا لي تعليقات وبالأخير أفوز واحد. هتكيف مو؟ أنا شاكر يوزع هدايا. بابا يا هدايا، بابا أنا صانع محتوى، أنا مقدم لك محتوى تتونس بيه، محتوى تستفاد منه، محتوى تتعلم منه. يا جائزة يا بطيخ، وبعدين مكان ما أعطيك جائزة خور أعطيه للفقير أحسن لي. علاوي شلون الشخص يصير جريء ووقح؟ وقح تريد تصير وقح؟ ها؟ احنا ناقصين وقاحة؟ ها؟ اولا انا اريد احتفل لان وصل 11 مليون، واحلى شيء من وصل 11 مليون صادف عيد الغدير اللي هو عيد المؤمنين. بيوم عيد الغدير وقف النبي وشال ايد الامام علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فاني فرحان. تجي انت تريد تصير وقح؟ لك بابا افهم ترى الخجل حلو. لا تشوفني هيك كان بالواقع خجول استحي. وللاسف بهذا وقتنا قليل تلقى ناس عندها خجل. والوقاحة يسموها لواتة، هذا غير لوتي مال ملابس. احلى شيء بالانسان من يكون عنده خجل، لان اللي عنده خجل مستحيل راح يسمعك كلمة جارحة. انا اصير وقح؟ شلون واحد يصير جريء ووقح؟ اكثر صفة تحبها بنفسك؟ بهذا السؤال اي واحد يسأله يقول لك طيبة قلبي. شو اقول لك؟ المفروض ما تصدقني، يجوز دا انصب عليك. لا تصدقني بابا. انت شنو اكثر صفة تحبها بيه؟ لا انت ما تعرفني، حقك ترى راح تقيمني على الفيديوهات. اعرف علاوي احسك ضايج. ايش ما ادريك، بس اريد اعرف. انا متمدد ودابوع فيلم كوميدي. شنو هدفك من سويت القناه؟ ما من سويت القناه كنت صغير اصلا، ما اتذكر شنو كان هدفي. كنت مراهق اصلا. يعني من سويت القناه ما كان على بالي انه انا راح اشتهر اصلا. ما كان عندي هدف اي شيء اسويه انزله، لان ما حد كان يشوفني اصلا. ترى انا قديم باليوتيوب. انا من 2012 اعرف شيء اسمه يوتيوب، لانه قناتي مال الالعاب سويتها من سنه 2012. فمن سويت القناه كنت بعدني صغير اصلا بالمدرسه، وهي هنا لاصت شي اجيب انزل لحد ما قاموا يلزمون علي. هسه صوتي احسك بصراوي من عندنا. بغدادي ياباني، بغدادي من الكاظمية المقدسة، من مدينة الإمامين، الإمام موسى الكاظم والإمام محمد الجواد عليهم الصلاة والسلام. طبعا تحياتنا لأهل البصرة. مرات تتشاقى ويا أصدقائك وتقول لهم كلام أحس يجرحهم، فيا ريت تغير هذا الشيء. شو رأيك نسمع كلام أصدقائي ونشوف شنو رأيهم؟ يقولوا لي مرات تتشاقى ويا أصدقائك وتقول لهم كلام ما حلو أحس يجرحهم. صدق أنا أقول لكم كلام تحسوا يجرحكم؟ هي عادي، بس يعني ما متعودين عليك يعني. يعني أنا أقول كلام يجرحكم؟ لا مو تجرحني، بس تفاجئنا. يعني مثل إيش؟ شو أقول؟ إيش قايل لكم واني؟ بس أنا ما أحكي كلام بذيء. يعني أنا أتشاقى وياك بالبذاءة؟ لا مو بالافشار يعني وغلط. لا شو اقول شنو هو؟ ايش حاكي يعني بالشفا، بس شنو يعني شلون تحكي كلام مو انت يعني كلامك ما فهم. هم يقولون انت تغلط عليهم ويجرحهم، انا غلط عليكم؟ لا ما انجرح. هو يقول ما انجرح، بعد شكو تتدخلون. هو الولد يابا يقول انا ما انجرح منك، انا اعرفك انت شنو. شكرا لك سلمى السمير على اليوتيوب. حبيبي علاوي حبيبي. شو عندك بالكراد انت؟ شو ما قلت لي شنو ايش عندك تستر؟ ومن سمح لك سرمد؟ هو يضجمت. شاقة للبيت بسرعة سرمد وسد الباب وقفل لنا نتأخر الوقت. شكرا هلا وسهلا. هلا سرمد. يقولوا لي مرات تتشاقى ويا أصدقائك وتقول لهم كلام أحس يجرحهم. صدقاني لو كذب؟ زين صدق؟ مو انا كل ما تقول لي كلام يجرحني هم زين اكون ماخذ احتياطاتي وشايل لزقه مال جروح. يعني اساني صدق كلامي يجرح؟ لا اكو شيء. اكو شيء لون احمر بس مو اخضر فوقه. ايش عجب زينت انت؟ شنو هاي يوم عيد؟ شنو مدرتهم؟ شكو
علاوي حاره. زين بيش زينة بيش؟ هسه علاوي. خذ له خيط؟ ها؟ خذ له خيط؟ بس الشعر خشمي. احنا لين ممثلين. ممثلين احنا الباتشينو يابا ودينيرو. كرارة احمد السقا. قاسم الملاك وعدي عبد الستار. لا بهدي وحسان دعدوش. احنا تدري منو؟ هسه دخل اصور. سؤال يقول ليش كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه بنفس الاسم؟ اعتقد لان كانوا اثنيناتهم دوله واحده وبعدين انفصلن فصارت الكوريتان الشماليه والجنوبيه. الجنوبيه جماعه بي تي اس حتى للتيه. اهم شيء بالحياه شنو؟ اتمنى تجاوب. دينك اهم شيء بالحياه. ما عندي سؤال بس شكرا لك لان خليتني اصلي. تدلل هو هذا الشيء راح يفيدك. الانسان بدون صلاه ما يسوى شيء. شو يسوى؟ هي الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاه تبعدك عن كل الذنوب اخي، هذا تلتزم بيها. جرب وشوف شخصيتك راح تتغير. شلون اقدر اخلص من غسل الاماعين؟ اعتقد اذا اشتريتي اماعين سفري. ما تفهمنا عن القمر الصناعي ويمتى صار فوق الكره الارضيه بين قوسين الكرويه. انت من جماعة الارض مسطحة. روح بابا روح. كرة الارضية مسطحة بشرفك. انت تدري روسيا بصف امريكا. تحس اي عمر يناسب الزواج؟ اكيد مرحلة البلوغ، يعني فوق 20 سنة احسها مناسبة، بس مو قبل تتزوج. لازم تكون نفسك اذا كنت ولد او كنت بنية. ليش ما تتابع انمي؟ اخي مترجم مالي خلق اقرا الترجمة ياباني مترجم. بس تخيل هو هسه مرات انا اشوف فيلم اجنبي انجليزي مثلا، واحد يقرا الترجمة على الاقل يتعلم لك كم كلمة انجليزية. بس تعال تقعد هناك تتعلم لك ياباني. دبلجة واشوفه تدلل دبلجة. روح راسلهم قول خليه يدبلجوا على مود علي شاكر يشوفه. ليش ما تسوي حدث توقيع او مكان محدد نقابلك بيه؟ حدث توقيع شو وقع يعني؟ ايش عندي كتاب؟ انا ما احب الضوضاء اخوان، انت ما قاعد تفهمون الفكره. انا انسان احب الهدوء. انا احب الهدوء. ليش تريدون توسون على فوق راسي تفترون؟ يعني ما اعرف. حدث توقيع وتعال اوقع لك. خذ وياي صوره. شنو السالفه؟ رجعنا للعشرينات. وين درع ال10 مليون؟ بعدني ما طالبه، ما بيه حيل. علاوي شنو أكبر إنجاز يعمل الإنسان بحياته؟ إنه يسوي حسنات. يعني بصراحة أنا أشوف أكبر إنجاز تسويه إنه أنت تكون مع محمد وآل بيت محمد صلوات الله عليهم. شنو الشيء اللي يخلي الإنسان ما يمشي بالطريق الصح؟ يعني نقدر نقول أصدقاء السوء مرات، أو مثلا قلة الثقافة، لأنه قلة الثقافة تخليك تسوي هواي أمور غلط أنت تعتقد بيها صح وهي غلط. فالدراسة أو الثقافة كلش مهمة. انطينا نصيحة حلوة منك. لا تمشي ويا شخص ما يصلي. أنا ما أثق بواحد ما يصلي. يعني ممكن أقعد يمه وأسولف بس ما أثق بيه. أنا للأسف أشوف ناس من يتقدم البتهم واحد يسألوا على مستوى الدراسي، نادرا ما تلقى واحد يسأل الشخص على مستوى الديني. سؤال يقول بالشهرة منو الأكثر، السلبيات لو الإيجابيات؟ شوف أنا راح أقول لك وأنت قل لي تختار تصير مشهور لو لا. السلبيات انه انت ما تقدر تاخذ راحتك من تطلع، وين ما تروح الناس يباون عليك، ما تقدر تفوت بمطعم تاكل بيه اذا ما تلقى واحد يصورك من بعيد، ما تقدر تطلع ويا اهلك اذا ما يصوروك انت واهلك. مرات تكون بمود مو زين او ضايج ويجي واحد مثلا ياخذ وياك صوره، يجي هو وعائلته، يجي الاب وهو فرحان، انت تضطر تتصنع انه انت فرحان واوكي تعال خل اخذ، انت بس بداخلك مثلا مقهور او حزين او الى اخره وصارت لك مشكله، ولازم شنو ما تبين ضوجتك عن الناس حتى يضوجون منك. السلبيه الثانيه انه انت ما تقدر تسوي شيء اذا ما يلزموا عليك، يعني عكس الناس الطبيعيه ممكن تنشر لك اي بوست ما حد راح يدقق وراك وبعد سنتين ينسوه ما ادري بعد تنزل غير بوست. الحركه مالتك محسوبه عليك، الكلمه اللي تحكيها محسوبه عليك. هواي ناس تتاثر بيك، ممكن تصير لك مشاكل. اقل شغله فاتح لك بث حكيت لك حكايه، ولا انا ما اسوي اصلا بثوث همزين، حكيت لك سالفه منا، طلعت ببرنامج منا، انا ذبيت لك كلمه يجوز مو عن قصد، لطشوا بيك سووا لك هوسه. الايجابيات اذا كنت تقدم محتوى الناس راح تمدح بيك، راح يحبوك، تفيدك من ناحيه الماده، ممكن تجيك اعلانات، بالسيطرات يتشاقون وياك ويضحكون، بالمطار يبتسموا لك انت مشهور، يقعدوك بصاله العوائل عادي، ما يقولوا لك انه هاي بس للعوائل يفوتوك. هو صدق ليش مسوين صاله خاصه للعوائل؟ يعني بشرفكم انتم المطاعم، يعني انا من 2000 وما ادري ايش قد احكي بهذا الموضوع، صاله خاصه للعوائل ليش ما تعرف؟ انا داخل اكل لو داخل ابغى على البنات، راح تقول لي مو عوائل قاعده ما يصير انت تفوت، ما يصير تفوت.
ليش وانا رايح اكل ورايح ابوع على العالم وزين انا لهالدرجه انا عيني صلفه ابوع على البنات ويمهم ابوهم لو ابوع على وحده يمها قاعد تزوجها مثلا لهالدرجه انا لوتي ما راح اقول هذول راح يقوموا لي بالماعين يعني بيا حال احنا ما اعرف انا جوعان مسوين الصاله مال العوائل حلوه هدوء والشاب اقعد انت بالهوسه العامل رايح جاي من يم راسك شاب اذا تصعد بنيه وحدها تقعد بالعوائل عادي البنيه مو عائله بس عادي مفوتها بس انت شاب منبوذ هي شنو فكره صاله العوائل اني ما اسمح لك تباوع على مرتي الا تجيب مرتك تخيل ايه هيك جيب مرتك حتى خليك تقعد قبالي على الميز حتى انا باوع على مرتك هي وتاكل وانت تباوع على مرتي هي وتاكل شو تريد تفتهمه ما اعرف لازم عندك كبل انت والكبل تصعد بصاله العوائل كل همي بهذا المطعم شلون اكل ايش فارغ اني تغير نفسك عشان شخص تحبه اذا شغله تغيرني للاحسن اغيرها واذا شغله ترجعني لي ورا اكيد ارفض فاكيد اغير نفسي على مود الشخص اللي احبه للافضل لو تحب عمامك لو خوالك هم اثنيناتهم نفس الاشخاص ما اعرف ارجع للحلقات السابقه شرحت لك هاي النظريه شنو لون عيونك كمان هاي ممكن نتعرف ايش لابسه شنو لون عيونك انتوا ليش تلطمون وتسوون ثواب وما مطلوب منكم لا بالقرآن ولا بأحاديث الرسول تحياتي لك انت سؤالك مثل سؤال واحد رايح ناس يعبدون حجارة تقول له انت ليش تعبد حجارة هذا الشيء لا مذكور بالقرآن ولا مذكور بأحاديث الرسول هسه يقول لك وات شنو قرآن شنو أحاديث الرسول ما يعرف فنفس الحالة أنا ما أعرف أنا أفسر القرآن عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا أخذ بقرآن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا أخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فأكيد أنت ما راح تشوف هذا الشيء مذكور عندك بكتبك أنا بكتبي كل هاي الأمور موجودة كل هاي الأمور تقربني الرب العالمين يعني عندنا حديث مثلا يقول كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين عليه السلام فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة هسه راح تقول لي هذا حديث كلاوات ايش اسوي لك انت تقول كلاوات لما مذكور بكتبك انا مذكور بكتبي مقتنع به ايش اسوي لك يعني ايش اسوي لك انت ما تعرف شنو قيمة الامام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا حتى الحجارة قامت تبكي عليه تدري انا ما ابكي عليه دي ما تريد توصل ايش الغباء هذا ما اعرف احنا بابا احنا ناس نلطم 24 ساعة نلطم ونبكي ونحزن على اهل البيت يعوفونا بحالنا شنو السالفة هاي احنا دين بابا دين نختلف عنك نختلف بابا افهم نختلف شو اسوي لك يعني شو اسوي لك انا عقيدتي تختلف عن عقيدتك افهم ليش تخاف من البنكة يا اخي احسها مو امان ما اعرف ليش بعدين هي صدق مو امان شنو فتشي حديد يفتر فوق راسك معلق بشنقال ما اعرف يعني ليش هيك ما اعرف هاي كومو فيديوهات البنكه توقع ما شايفين ايش قد فيديوهات اكو ناس قاعدين على الصينيه ملتمين لو مثلا ناس قاعدين بالصاله وتوقع بنصهم البنكه يعني هواي اكو فيديوهات ما اعرف بس انا غرفتي ما حاط بيها بنكه ما عاد تقول لي شلون لا عاد شلون اكو سبلت بابا اكو شيء اسمه سبلت اكو شيء اسمه سبلت مخترعين اكو شيء اسمه سبلت شنو رايك في الاب اللي يفشل اولاده قدام الخطار ما هذا تتعلم منه درس انه ما تسوي هذا الشيء ويا اولادك مو يسبب لك عقده انه بتطلعها باولادك افهم هم بعمرك حبيت هاي ممكن نتعرف شنو لون عيونك هم عمرك حبيت هاي السلام مالتكم شنو السبب اللي يخلي علي شاكر ما يختلط مع المشاهير يا اخي الوسط الفني ما يراد شوف انا ايش قد تجيني رسائل ولا ارد ايش قد يطبوا لي ايش قد ما اريد اشوفك نفسي انه اني وانا بس انا ما احب اختلط انا اشوف احب الهدوء يقول لك قلل معارفك تقل مشاكلك يعني اصدقاء عندي مختارهم مستنقيهم مرتاح وياهم خلاص شوف انا لا ادور طشه ولا ادور تبادل شهره انه اني اشهرني وشهر ما أنا الحمد لله والشكر مكتفي والناس تحبني قاعد تشوفوني بالقناه نحكي بالدين نتشاقى نحكي لنا نكته نلعب انزل لكم جيمنج يعني ما محتاج الحمد لله والشكر ما محتاج مشهور مثلا يسندني او ما احب اختلط من زمان انا ما احب اختلط بالعالم او بالمشاهير مثل ما تسموهم انتم مشاهير فهاي كل ما بالسالفه سؤالي يقول يعني اهلك هم كانوا يدعموك قبل اهلي ما كانوا يعرفون انا ايش دا اسوي بس بالعكس هسه قاموا يدعموني ويعرفون انا ايش قاعد اقدم ويتابعوني اول باول وامي اول وحده تتابعني يعني قبل ما انزل الفيديو اقول لها تحضري راح ينزل الفيديو يمكن هي اول وحده تشوفه يمكن بس ما تلحق كلكم تطبون او صحيح قالت لي سلم علي بالفيديو طشي يمه طشي هلا ويمه هلا طشيتي فرعي ضحكه ليش ما نزرع بالمي شجر ويصير بيه أكسجين ونقدر نعيش بيه شجر ود أشجار لا بيتنجان أحسن برا بابا برا ليش كل منشوراتك على الأنستا على أهل البيت هاي بدل ما تنشر قرآن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بدونهم قراءتك للقرآن أصلا ما توصل بدونهم صلاتك ما توصل هم أصلا قرآن ناطق من قال لك إحنا ما نقرأ قرآن من قال لك أنا ما أقرأ قرآن ماذا بك يا ولد ايش بيك بس فهمني شنو المضوجك اهل بيت النبي
تاج راس الدنيا، ايش بيك؟ دائما احكي بيهم، ايش بيك؟ دائما انشر عنهم، ايش بيك؟ هاي بدل ما تنشر قرآن، ايش بيك؟ في حديث الكساء قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا متحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، يعني هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وعلى آل بيتهم. فانت تخيل من هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قافل بابا، قافل، أنا قافل أعشق أهل البيت عليهم السلام، أعشق، قافل لا حد يتناقش وياي. لك بابا هيك هذا قلبي، النبي محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين. لا تحكي هاي، ما اقتنع. قافل بابا، قافل، هذا المخ قافل. لا تحاول اصلا، لا تحاول. كل يومين واحد داخل ايش تخيلك حرفيا هيك مجيم، القفل مجيم، اهل البيت والقفل مجيم بعد ماكو. فهمت الفكره؟ لا ظل تحكي هالحكي، انت لا عندك علم، لا عندك خبره، لا عندك فهم. شو البشر ايعه بصوتهم يزن. عموما الشباب، وسويناها وعبرنا 10 مليون. واحب اقول لكم شكرا لكم على دعمكم وعلى تعليقاتكم. واريدكم بنهاية الحلقة تكتبوا لي تعليق حلو من عندكم، ما اريد تعليق منسوخ، لا تنسخوا لي تعليقات ارجوكم. علي شاكر يستحق الاول من ناحية المحتوى والمشاهدات. الشعب يطالب بتنزيل حلقتين بالاسبوع. شقول حلقي وهذا التعليق، لا اقول لك ولا تقول لي. الشعب يطالب بتنزيل حلقتين في الاسبوع. مين يتفق معي يضغط لايك. سكاوي تشلبت تنسخون بهذا التعليق. شرفكم بهذا الفيديو. اريدكم تكتبوا لي تعليق منك، من ذاتك، من مخك، تفكر وتكتبه ارجوك. بليز مان بليز، قلقتني. فأحب أقول لكم اللي راح كوم واللي جاي كوم ثاني. فكالعادة أحب أقول لك سهل تكون يوتيوبر، بس صعب تكون علي شاكر. أشوفكم بالمحتوى الجديد. سلام عليكم. ليش بابا؟ ما أقدر، صدقيني ما أقدر. يعني أنت حتى بهذا اليوم تريدين أغلس، ما أقدر. هسه دسيمك بيدك ما حد يفيدك. أتلقوا منها خصة حقه.